السلام عليكم حبايبي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة يا رب. انا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم الفيديو ديال غريبة باللوز، ودابا ان شاء الله باذن الله نمشي معاكم للمقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو في غريبة ديالنا. انا درت نص كيلو ديال اللوز، درتو في الماء غليان، غلا واحد 2 غليات، ومن بعد حيدت له هذيك القشره. عندنا زلافه ديال السكر، وعندي هذا الحامض، حكيت له هذيك القشره ديالو وعسلته شويه. عندنا 5 ديال البيضات، خماره وحده، وسكر كلاصي فاش غادي نرقدوهم. ودابا ان شاء الله نمشيو لطريقه التحضير. والبيض، بيضه وحده غادي نديروها كامله، ودابا 4 ديال البيضات غادي ناخذ منهم غير الصفر. هاد الخماره غادي نطحنوها مع اللوز. غادي نضيفو الحامض مع البيض، صافي، ونضربوهم مع بعض. طحناه على هذا الشكل هذا، كنخليوه محرشش شويه. والبيض ها هو طلعناه، صافي. دابا كنضيفو هذاك الخليط ديال البيض على اللوز. كنحاولوا ما نضيفوهش كامل حيتاش اللوز صدقنا مزيت. وحتى نتوما انتبهوا لهاد القضيه هذه. الا كان اللوز، كاين اللوز اللي كيكون فيه الزيت بزاف، وكاين اللي كيكون ناشف. هذاك اللي كيكون ناشف كندخلوا له هذاك ال5 ديال البيضات كاملين مع هذيك المقادير اللي كتكون عندنا. واللوز اللي كيكون مزيت بحال هذا ما كنظنش انها غادي تدخل 5 البيضات كاملين فيه. غادي نشوفوا. كنظن صافي، هذا هو الخليط ديالنا، ما غادي نزيدوه والو هاد الساعه. صافي، هو هذاك صافي. دابا غادي نمشيو باش نكوروه ونكمدوه في سكر كلاصي. نمشيو للطريقه الثانيه. ودابا كيف ما كتشوفوا كورنا هذاك اللوز كويرات، فندناه في السكر على هذا الشكل هذا، هانتوما، وحطيناهم في هذه اللاطه. درنا الكاغيط، صافي. غادي نكملوا اللاطه بالتعمر، ومن بعد غادي ندخلوه للفران على عافيه مهيله من طبيعه الحال باش يتشقق شويه، ومن بعد نرجع معكم. ايوا صافي حبايبي، كيف كتشوفوا غريبه ديالنا وجدات. هاني عاد خرجتها من الفران. ها غريبه وجدات حبايبي، معلكه غزاله، المذاق ديالها غزال، مخلط ما بين المذاق ديال اللوز والمذاق ديال الليمون الحامض هذاك اللي قلت لكم.
نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الطريقه ديالي البسيطه والساهله السريعه دغيا كتوجد. نتمنى ان شاء الله نلقاكم فيديو جديد. خليتكم على خير. السلام عليكم.